ما زلنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام نتابع الأنشطة الجامعية في الجامعات المصرية المختلفة في منطقة القناة وسيناء والشرقية. ويسعدنا مشاهدينا الكرام أن تكون هذه الحلقة وهذا اللقاء من داخل مكتب الأستاذ الدكتور محمد محمود عبد العال رئيس جامعة الزقازيق. أهلا بسيادتك معنا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك. بنرحب بسيادتك معنا في برنامجنا نوافذ ونوافذ على جامعة الزقازيق النهارده. اهلا بحضرتك واهلا بالقناه الرابعه في الزقازيق. احنا بنعتبر ان احنا جزء واحد من زمان يعني. دايما كل انشطه الجامعه والمحافظه كلها بتنقل من خلال تلفزيونكم اولا طبعا. شكرا يا دكتور. دكتور النهارده احنا مع حضرتك وحضرتك تكلمنا عن الاجتماع بتاع النهارده. هو الاجتماع الحالي انا قاعد مع ممثلي لجنه تنسيقيه لدعم الثوره السوريه. اخوه سوريين بيشرفونا في مصر. احنا طبعا وطن واحد، وانا بتباحث معاهم في الوقت الحالي على ايه هي اليات الدعم عشان نغير من الدعم المعنوي او العاطفي فقط لا غير، ازاي الاليات الماديه للدعم الحقيقي للجيش الوطني الحر ولسوريا علشان تقدر الثوره ان شاء الله تكتمل وتنجح في ازاحه الهم الموجود هناك. لان الواحد حقيقي حاسس ان ازاي في خنجر في جنبه يعني، وربنا ييسر الامر. وفي اصلا يوم معمول في الجامعه عندنا من الطلاب ابنائنا الطلاب لمؤازره الثوره السوريه، واعتقد ان يجوز الميكروفون بتاع حضرتك لو حساس قوي يكون جايب صوت الاولاد من بره. هو تحت فيه فعلا. يعني الموقف موقفهم النفسي عالي جدا، بس احنا عاوزين نترجم الانفعال النفسي والتآزر العاطفي الى تآزر مادي حقيقي. وده يعني عمق التاريخ يعني لو ترجع لورا كده من ايام غير دولة واحدة. مصر انا عندي في خريطة موجودة فيها ان مصر امتدادها لغاية طرف الشام، يعني واكلة كانت جزء قبل ما يبقى في فلسطين. شوف بقى قبل فلسطين كمان كان مصر دي واخدة سينا بفلسطين بلبنان واصلة لغاية تقريبا قرب دمشق كده. المنطقة دي كانت تعتبر في التاريخ وطن واحد. وطن واحد. بعد كده الجماعة بتوع جزيرة كريت نزلوا في ارض بليستو اللي هي فلسطين. ده الكلام ده من قبل زمان بزمان، ونشأت فلسطين واتقسمت بقى. كان في الشام وفلسطين ومصر. فخلاصة القول ان الاقليم المصري كان يمتد الى الشام من زمان. وبعدين لما وصلنا دلوقتي للمرحلة للأسف الشديد ان قطع بإسرائيل في النص. يعني قطع بإسرائيل في النص كده. وبعدين لما تيجي تبص ايام يعني الوحدة العربية بقى لما حصلت 58 ولما اتفكت بعد كده في 61 للأسف الشديد، لكن لازال الحس الوطني عند الناس لم ينقطع رغم ان الاواصر الجغرافية مقطوعة، الا ان الحس الوطني قائم. اللي احنا النهاردة حاصل ده في يوم من الجامعة من الطلاب اساسا، مبعثه ومنظمه الاساسي الطلاب، لان احنا اصلا مبيحين تماما جميع الانشطة السياسية يعني طالما انها لا تؤدي الى هدم ولا تعطل دراسة وما فيهاش خالص. فالطلبة بيعبروا عن ارائهم ايا كان اتجاههم طالما بالطريقة الصح والسوية. فمن ضمن المواضيع الملحة جدا دلوقتي على الضمير المصري، على الضمير المفروض الانساني كله، على الضمير الانساني كله. بس احنا بالنسبة لنا موجوعين قوي بالمشاهد اللي بنشوفها في سوريا، وبنأمل ان نترجم التآزر المعنوي ده الى تآزر مادي. وعشان كده انا ببحث مع الزملاء بتوع اللجنة التنسيقية لدعم الجيش الوطني الحر آلية التواصل وآلية الدعم لترجمة المعاني المعنوية دي إلى معاني مادية حقيقية تساهم في إنجاح الثورة السورية. مساهمة فعلية وإيجابية. ما هو ما احنا عاوزين بدور على آليات معاهم، لأن أنا مش من أنصار الكلام والأبواق الإعلامية وفقط لا. يعني أنا أتمنى ألا أتحدث خالص، لكن أقدر لو أمد إيدي أقدر أساهم فيها. وأتمنى أن ربنا يوفقنا في هذا إن شاء الله. دكتور يمكن ده اكبر دليل على الحرية اللي بقينا بنعيشها دلوقتي في الجامعات المصرية، والمشاركة السياسية اللي بقت ملموسة من شبابنا دلوقتي في الحياة السياسية، حتى في المشاكل الخارجية بدأ شبابنا يبقى له فعل ورد فعل. ده مش كده بس، ده انا هقول لك على حاجة. اصل هي الفكرة في الرؤية. حينما تنظر للطالب على انه عقلية
من الممكن ان تكون يعني لو نظمت صح تدفع للامام. هديك مثال بسيط جدا. كان في احد المواقف من عدة ايام، وانت عارف طبعا ان مصر احنا في مرحلة عدم استقرار في الوقت الحالي، وطلبوا مني الولاد ان هم يعملوا نشاط ما. فقلت لهم طب يا اولاد ما نرجئوا شوية علشان الظروف، وكان في شيء من القلق. فقالوا لي بالعكس يا دكتور محمد، احنا عارفين كويس قوي احنا غايتنا ايه وهدفنا ايه، وهنعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وكده هنبطل اي شيء يؤدي الى الافساد او التدمير او الخطأ. هتستغرب يعني انا ما سمعت كلام الاولاد، انا تراجعت عن قراري في الارجاء بتاع النشاط اللي كانوا عاوزين يعملوه، وسبتهم يعملوا النشاط اللي عملوه، ووجهة نظرهم كانت صح. هم قدروا يحافظوا على حاجتهم بنفسهم. انا بقولها لك امانة، رؤيتهم كانت ناضجة للمستوى ان يكون فيها رؤية استراتيجية. مش هقول انها تعادل، لا، هي تخطت البعد اللي انا شايفه لبعد اخر، وكان صوابا، وكان بعد اللي انا انظر اليه ليس بنفس المستوى الصواب. احنا الاثنين هدفنا الحفاظ على المجتمع بالظبط، بس الفكرة ان طالما الهدف واحد والغاية واحدة ما حصلش اختلاف، بقى المنطق بتاعهم هو اكثر حجية فتم قبوله ونفذ. فده يوريك قد ايه انك انت ما سبتش بقرارك يا دكتور انك انت لازم يتعمل الكلام اللي انت قلته. انا لما اقتنعت بوجهة نظرهم غيرت رأيي وطبقت وجهة نظرهم. وكانت حاجة بصراحة انا نفسي يعني في التجارب، تعرف الانسان مجموعة من التجارب، انا دي مثلت ليا رؤية مختلفة في التعامل مع الطلاب، انك انت يجب ان تنظر لهذا الكيان على انه كيان منتج وناضج. وما زلنا معكم مشاهدينا الكرام نتابع هذا اللقاء من داخل مكتب الأستاذ الدكتور محمد محمود عبد العال رئيس جامعة الزقازيق، واستقباله لمجموعة من الناشطين السياسيين السوريين في مكتبه في إطار قيام طلاب جامعة الزقازيق بالتعبير عن تأييدهم لرحيل النظام السوري ولإعادة الحرية مرة أخرى إلى الشعب السوري. وبنتابع مع الدكتور محمد هذا الاجتماع. نحن الآن عندما تقول هذا النظام الممانع الذي يدعي الممانعة والذي يدعي هو جزء من الخريطة السياسية لإسرائيل، فهذا النظام نحن نقول عندما سلم الجولان إلى إسرائيل عام 1967 أثناء الحرب، هو كان ثمن ذلك جلوسه على الكرسي واستلام الطائفة النصيرية لهذا الكرسي. فنحن الآن نقول أن جند الشام وجند مصر هم من سيحررون بيت المقدس، وهم من سيقضون على الأعداء الإسرائيليين وسيطردون الصهيونية من داخل فلسطين. دكتور تيسير باريس من تنسيقية الثورة السورية بمصر. أتينا من قاهرة المعز إلى أرض الزقازيق الطيبة وإلى شعبها المبارك، إلى أخوتنا في العروبة والإسلام، نسألهم النصرة لإخوتهم العرب المسلمين السنة في سوريا الذين لم يخرجوا في تظاهرتهم السلمية للمطالبة بحقهم بحياة حرة كريمة فقط، وإنما ليزيلوا عن كاهلهم نظام قمعي طائفي متعصب لقائد ليس قائد أوحد وملهم، وإنما يدعي الربوبية لنفسه وتدعمه قوة أو مشروع صفوي مجوسي إيراني يستهدف الأرض العربية الإسلامية والشعب العربي المسلم السني. نحن لو كان استنصارنا لأهلنا فقط للنصر على شخص كنا انتصرنا على هذا النظام، لكن نواجه خطر وجيش وجبروت دولة إيران ودولة العراق وحزب الله في إيران في لبنان، ودعم روسي وصيني. إخوانكم السوريون سنة عرب
يذبحون على مذهبهم ولا مفر لهم إلا الركوع لبشار والخضوع لعبوديته أو أن تنصروهم. جئنا من أرض الرباط، أرض الشام، أرض الرباط إلى يوم الدين، نخبركم النبأ اليقين، فعليكم النصر لإخوانكم، ونسأل الله أن يهديكم الصواب وتكونوا خير أخوة كما كنتم في السابق أحفاد لقطز ولصلاح الدين والظاهر ويبرس. أنتم حررتمونا من المغول ومن التتار، ونحن أرسلنا لكم جول جمال الذي دمر البرج الفرنسية، وأرسلنا لكم سلمان حلبي الذي قتل كليبر. وعبر التاريخ ومن بعد الإسلام ومن قبل الإسلام كنا دولة واحدة وشعب واحد، صحد أرض واحدة بإذن الله. هذا ما نطمح إليه، أن نبقى للأبد شعب واحد بعواطف واحدة وأمنيات وآمال ومستقبل واحد. مشاهدينا الكرام، ويسعدنا من خلال هذه الفقرة من برنامجنا نوافذ ومن داخل مكتب الأستاذ الدكتور محمد محمود عبد العال رئيس جامعة الزقازيق أن يكون معنا الأستاذ مالك عساني، مستثمر ومعارض سوري وعضو اللجنة الاستشارية التنسيقية السوري في مصر. أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا. بداية حضرتك تقول لنا تواجدكم النهاردة في مكتب رئيس جامعة الزقازيق وسبب أسباب هذه المقابلة. تواجدنا لنطلب الدعم والعون لشعبنا الذي يذبح كالنعاج، أطفال ونساء ورجال. نتمنى منكم الدعم المادي والمعنوي واللوجستي للجيش الحر الذي هو يدافع عن أعراضنا وعن دمائنا وعن أطفالنا وعن شيوخنا وعن نسائنا. ونتمنى هالمقابلة تصير بمقابلات في عدة كليات وجامعات مشان نعطي رأينا لكل الشعب المصري الكريم والمحب للشعب السوري. ونريد إن شاء الله أن تزول عنا هذا القتل والظلم في بلادنا سوريا، لأن الإعلام العالمي يدافع عن النظام وجميع الناس تركونا لوحدنا أيتام نذبح كالنعاج ولا حدا ينصرنا إلا الله. فنأمل من الشعب الكريم أن ينصرنا ماديا ومعنويا، وخاصة يدعم الجيش السوري الحر. حضرتك هل هناك جولة منتظرة خلال هذه الفترة داخل مصر؟ نحن جولات يعني موجودة، نحن موجودين وفي عدة جولات يعني عم نمشي وندعو ونسعى في عدة أماكن، والتنسيقية عم بتروح على عدة أماكن لنفس اللي نحن جينا فيه من أجله. التنسيقية تعبر عن حرية الشعب السوري، عن الاستقلال لسوريا، عن استقلال سوريا أو عن الديمقراطية الحرة والتي تطالب بالحرية والديمقراطية للشعب السوري. الكرام، من خلال هذه الفقرة من برنامجنا نوافذ مجموعة من شباب جامعة الزقازيق. تعرف عليك؟ احمد محمد اسماعيل. اهلا بيك معنا يا احمد. تعرف بيك؟ محمد سمير. اهلا بيك معنا محمد. ليه يا محمد؟ هندسه ان شاء الله. هندسه. المظاهرة بتاعت النهارده دي كانت ايه؟ المظاهرة دي رسالة دعم للشعب السوري، بنقول للشعب السوري نحن معك، نحن نؤيدك في مطالبك. الشعب السوري ما يحدث الآن في سوريا هو إرادة شعب ستنتصر يوما ما، كما انتصرت الإرادة المصرية في ثورة 25 يناير، وكما انتصرت إرادة تونس، وكما انتصرت إرادة اليمن، وبإذن الله ستنتصر إرادة السوريين، وسنصلي أنا وأنت إن شاء الله في القدس عما قريب بإذن الله. بنحاول ان شاء الله ان احنا نتكلم عن حق سوريا في تدخل المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية، لانها تملك من الصلاحيات والقرارات ما يستطيع ان يتجاوز العقوبة الاقتصادية. ده بالنسبة لسوريا، لان ده هو الحل الطبيعي لتدخل المجتمع الدولي في جرائم ضد الانسانية، واللي مصاغ في المعاهدات وفي الاتفاقيات الدولية. الشعب السوري طبعا شعب شقيق، واحنا لازم نقف جنبه طبعا في محنته، وطبعا اللي بشار بيعملوا ده غلط واكبر غلط، ولازم اقل حاجه نقدمها للشعب السوري.
هي المظاهرة سلمية وده كويس، واحنا ما بنقصدش اي حاجة غير ان احنا نساند سوريا وان احنا نقول لهم ان احنا برضو معاكم بقلبنا برضو، وان احنا نطالب بحقكم زي ما طالبنا بحقنا، والحمد لله ربنا كرمنا برضو، ربنا يكرمكم وتوصلوا برضو لكل اللي انتوا عايزينه والاستقرار والسلام ان شاء الله. احنا برضو بنشارك مع سوريا عشان ثورتهم تنجح، لان اللي بنشوفه في سوريا والمذابح والاطفال وده كله يعني بيخلي الواحد عينيه يكاد الواحد يدمع وقلبه من المناظر اللي بيشوفها. مشاهدينا الكرام نشكركم على متابعتكم، ولا هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامجنا نوافذ، على وعد بلقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من داخل حرم إحدى الجامعات المصرية في إقليم القناة وسيناء والشرقية. نشكركم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله.